ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. احنا كلامنا النهارده عن موضوع مهم جدا في حياتنا كلها، وهو موضوع الاستمراريه consistency. الاستمراريه هي السبب الرئيسي اللي بيخلينا نراكم المعرفه والخبرات بتاعتنا، ولازم واحنا بنبدا اي حاجه جديده في حياتنا نكون بادئين واحده واحده. التدريب يكون على قدر الاحتمال، شويه شويه في الاول، بعد كده هتبدا ان انت تشيل اكتر. طيب هنبص حوالينا في حياتنا هنلاقي الاستمراريه داخله معانا في كل شيء. في الاكل احنا بناكل بشكل مستمر كل يوم، في الشغل احنا لازم ان احنا نشتغل كل يوم، مش هنروح الشغل يوم ونقول لهم خلاص كده احنا خلصنا. في التعلم، مسيرتنا في التعليم بتستمر معانا لغايه اخر يوم في عمرنا، وعندنا احاديث نبويه كتير بتتكلم عن موضوع الوقت وموضوع احنا بنعمل ايه في حياتنا. يا ابن ادم انما انت ايام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك ويوشك ان يذهب الكل. شوف التعبير عامل ازاي، انت عباره عن ايام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك ويوشك ان يذهب الكل. فانت بتعمل ايه في حياتك كل يوم؟ الجمله دي قالها احد الصالحين. والحديث بتاع النبي عليه الصلاه والسلام: لا تزول قدما عبد يوم القيامه حتى يسال عن اربع، من الاربع حاجات ديت وعن عمره فيما افناه. انت ضيعت وقتك في ايه؟ ضيعت حياتك في ايه؟ وضيعت شبابك في ايه؟ فنرجع نقول تاني، الاستمراريه هي السبب الرئيسي في تراكم المعرفه والخبرات للبني ادم على مر العصور. طيب في مثل انجليزي بيقول mountains won't move but rocks will. يعني الجبال مش هتتحرك من مكانها، انت مش هتقدر تحرك الجبال من مكانها، لكن تقدر تحرك الصخور او الحصى اللي هي متكونه منها الجبال. دوت بنقوله على الاحلام عامه او على الاهداف الكبيره. طول ما انت حاطط قدامك هدف كبير كده، انت مش هتكون عارف توصل له ازاي الا لو قسمته لاجزاء والخطوات صغيره علشان تقدر تاخد خطوه. فحته الطوب الصغيره او الصخور الصغيره دي انت تقدر تنقلها كل يوم. فهنا الموضوع دوت مهم جدا، بتاع ان احنا نقسم الحلم بتاعنا او الهدف او الغايه الكبيره بتاعتنا لاجزاء صغيره. في مثل عربي قديم بيقول: لا تحقرن صغيره ان الجبال من الحصى. لا تحقرن صغيره، يعني ما تقولش يا عم ده ذنب صغير، يا عم ده انا ايه فلان انا زعلته في ايه، ده انا قلت له بس كلمه صغيره كده، او اي حاجه عاديه، الحاجات اللي مش بتلفت نظرنا دي. فبيقول لك ان الجبال من الحصى، يعني الجبل الضخم اللي انت شايفه ده عباره عن حصوات صغيره، فما تستحقرش اي حاجه مهما كانت صغيره، كل حاجه ليها معنى. وهنا دي حكمه كونفوشيوس، دوت كان زعيم صيني او حكيم صيني كبير يعني، كان بيقول: the man who moves a mountain begins by carrying away small stones. الشخص اللي بيحرك جبل بيبدا بس بمجرد ان هو بيشيل شويه صخور صغيره، ده اللي بيوصله في نهايه المشوار ان هو يحرك الجبل كله. الحاجه الثانيه اللي عاوزين نتكلم عليها هي السوشيال ميديا او الحاجات اللي بتسرق مننا الوقت، بيسموها المجريات. في كتاب مشهور جدا اسمه المجريات، الكتاب ده بيقول المطلوب هو التوازن في معامله نظم الاتصالات اللي هي السوشيال ميديا بشكل عام. تتوازن، مش بنقول لك انقطع عنها خالص، ومش بنقول لك خليك طول اليوم قاعد عليها بحجه اصل انا بتابع الاخبار. فمن كانت هذه الشبكات قد لكزته في دوامه المجريات فيفترض به الوقوف الصارم مع الذات واعاده تنظيم العلاقه لتكون متابعه منتجه. مش بنقول لك ما تتابعش، بس تابع بقدر معين لتكون متابعه منتجه ومتناسبه مع القدر المطلوب، فلا تطغى على مهامه الاخرى العلميه والعمليه، ولا تبعثر جمعيه قلبه على الله. زي ما قلنا في الحلقه اللي فاتت في فقه الاول والاولى، انت مين الاول في حياتك؟ المفروض ان هو يكون الله قبل اي شيء تاني. وبناء عليه جزئيه المجريات لازم تقلل منها، قلل من المجريات والمشتتات حفاظا على وقتك. وحاجه تانية، حتى لا تعتاد المشاهد، ما يبقاش بالنسبه لك مشاهد الدمار والقتل والتشريد حاجه عاديه. اجعل لهم وقتا مخصصا في يومك للدعاء لهم بالنصر والتثبيت، وعليك باقل القليل من العلم والعمل في اليوم والليله. كل يوم في حاجات ما تقدرش تتنازل عنها، سواء حاجات دينيه او حاجات دنيويه. طيب نيجي هنا لجزئيه مهمه جدا من الحاجات اللي مش بتخلينا نستمر، بل بالعكس دي من الحاجات اللي ممكن تخلينا ما نبداش اصلا، وهي حاجه اسمها البرفكشنزم او وهم الكمال او وهم المثاليه. وهم المثاليه مرض عضال، يعني حاجه تقيله وحاجه صعبه بتواجه كل الشباب وبتواجه كل الكبار وكل الصغيرين. الشخص اللي بيكون عايز الحاجه كامله معصومه، وده طبعا مش هيحصل. زي ما احنا شايفين الولد اللي واقف على ايدنا الشمال مكتوب عنده fear of failure، يعني الخوف من الفشل، ومكتوب عنده procrastination يعني التسويف. فالحاجات دي مش هتخليك تبدا اصلا. وعلى اليمين البنت اللي مكتوب عندها highly critical، يعني البنت عايزه الحاجه تكون دقيقه بشكل مبالغ فيه، بشكل مش طبيعي، فقاعده عماله بتقصقص النجيله علشان الارض تكون مستويه. فدي طبعا عمرها ما هتبدا. يعني ممكن الولد اللي عنده تسويف دوت يبدا، او اللي خايف من الفشل دوت يقعد مع نفسه كده قاعده صادقه ويبدا. لكن الهايلي كريتيكال دوت او الشخص اللي عايز الحاجه مظبوطه جدا، ده في موضع خطر، ده يعني شبه مستحيل ان هو يبدا اساسا. الحاجه الثالثه اللي حابب اتكلم عنها اللي مكتوبه فوق unrealistic standards، يعني مقاييس غير طبيعيه غير واقعيه انا حاططها لنفسي. انا راجل مثلا وزني زايد، ما اقدرش او طويل مثلا، فما اقدرش اقول بكره الصبح انا هكون اجمد طيار مثلا. الطيار دوت له مواصفات معينه وله طول معين وله وزن معين، او لعيب الكوره او ايا كان المثال اللي احنا بنضربه. فما ينفعش احط لنفسي حاجه تعجيزيه انا مش هقدر اوصل لها مهما كانت الظروف ومهما الناس اللي حواليا خدموني وانا خدمت نفسي، انا مش هوصل لها. وبناء عليه الهدف اللي احنا عاوزين نوصل له هو بقى البنت اللي في النص دي اللي هي فوكس اون ريزلتس، مكتوب جنبها فوكس اون ريزلتس، يعني التركيز على النتائج. يعني انا باصص على الهدف بتاعي ومركز عليه وهو ده، وهي دي الحاجه اللي مخلياني مكمل في الطريق بتاعي واخدت الخطوه بالفعل. بناء عليه ما تكونش من الناس اللي هي all or none، يعني يا اما احصل على كل حاجه يا اما لا انا ما ابداش اصلا، مش هاخد اي خطوه اساسا. بعد كده عندنا كيرف طالع ونازل كده،
دوت المقياس البسيط او على المدى القصير اللي هو الاداء بتاعك بشكل يومي. يوم اشتغلت، يوم ما اشتغلتش، يوم انت كنت متحمس جدا للحاجه اللي بتعملها، يوم انت مش متحمس. الكيرف ده ما ينفعش يكون هو الزاويه اللي انت على طول بتبص منها، لان ديت من منظور الايام، اليوم طالع يوم نازل، بتشتغل ما بتشتغلش. انت لازم البصه بتاعتك برضو تكون على الكيرف بتاع المدى الطويل، على مدار السنين. انت ايه اللي بيحصل معاك؟ تعمل زوم اوت كده وتشوف المهارات بتاعتك فعلا بتزيد ولا لا، الخبرات بتاعتك، العلم بتاعك بيزيد، بيحصل له اكيوميليشن ولا لا. هنا بيقولوا لنا ان السنو بول افكت او تاثير كره الثلج ديت حاجه مهمه جدا، وحاجه بتبان قوي في البيزنس اما يكون حد عايز يفتح مشروع او كده. بيقول لك the snowball effect is a concept that is especially true in business. ده باين جدا في البيزنس. it's the very reason why getting started is the hardest part of most businesses. اللي هو انا ليه هبدا البيزنس بتاعي؟ مجرد ان انت بدات فانت بتاخد الحافز وبتاخد التحمس لان انت تكمل، وواحده واحده بتبدا تتكون كره الثلج معاك. كره الثلج مقصود بيها هنا تراكم الخبرات، تراكم المعرفه، المواقف اللي انت بتمر بيها في البيزنس بتاعك. فهنا النقطه بتاعت كره الثلج دي بتتكلم في اهميه ان انت تبدا. مجرد البدايه ده اهم شيء ودوت اصعب شيء. مجرد ان انت بدات واحده واحده بتبدا تعرف الدنيا ماشيه ازاي وتتعامل ازاي في الظروف المختلفه. الصوره ديت معانا بتتكلم على اهميه ان انت تشتغل على نفسك، سواء انت موظف، سواء انت شريك حياه، سواء انت كانسان، يعني ان لنفسك انت قبل اي حد. وفي النهايه عندنا جمله السعاده صناعه ذاتيه وقوامها انك تشتغل على نفسك وتسعى. في النهايه عندنا نصيحه بتقول اشتغل على المهاره بتاعتك 1% بس كل يوم، وهتندهش في نهايه السنه من النتيجه الكبيره اللي انت وصلت لها. هنا الجزئيه بتاعت consistency versus intensity، يعني الاستمراريه في مقابل الكثافه. عارفين الشخص اللي هو اول ما ينزل الجيم يحرق بنزين على طول ده، وتلاقيه في التمرينات مستعجل وعايز يشيل وزن كبير، ولما الكوتش مثلا يقول له انت هتتدرب ساعه الا ربع، لا عايزها تبقى ساعه ونص وساعتين. دي اسمها الكثافه، دي اسمها الشخص اللي بيستنزف كل الطاقه بتاعته في الاول، ودوت خطر اصلا. يعني انت ممكن تتمزق او ممكن تتعب جدا، او ممكن الشغف بتاعك يروح بعد اول يوم او يومين وما تلاقيش النتيجه اللي انت كنت نازل علشانها. علشان كده بنكرر تاني على اهميه الاستمراريه، واهميه ان انت خاصه في البدايه تبدا واحده واحده، وما تستعجلش على نفسك، ما تستعجلش على النتائج. وهنا عندنا مثل بالانجلش بيقول لك results don't come overnight، يعني النتائج ما بتجيش بين يوم وليله. it requires hard work and consistency so be patient. ديت بتتطلب شغل، عمل شاق، شغل جامد واستمراريه. علشان كده be patient يعني كن صبور، لازم ان انت تصبر. وعندنا هنا آية قرآنية بتقول وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وهنا عليه الصلاة والسلام بيأكد لنا ان احنا نبدأ واحدة واحدة. انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتقي الشر يوقى. يعني اللي عايز يوصل لحاجة خير فعلا ربنا سبحانه وتعالى هيوصله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الشخص اللي بيحاول وبيقاوم وبيكافح عشان خاطر يوصل للصح وعشان خاطر يوصل للحق ربنا هيوصله. في هنا جزئية مهمة جدا بتتكلم عن ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. ليه احنا جبنا الحديث دوت في الجزئية ديت؟ احنا عاوزين نقول ان انت ما تبقاش من الناس اللي وهي بتحاول تعمل حاجة جديدة، تعمل عادة جديدة او تمتنع عن عادة سلبية في حياتها، لما تيجي تقع مرة تنهار، خلاص نهاية العالم، خلاص تتوقف بالكامل عن الاستمرار في المحاولة في بناء عادة جديدة او ان هي تنتهي عن عادة سلبية. فانت لو كملت مجاهدة، كملت في طريقك وانت مستعين بربنا سبحانه وتعالى. في الحديث هنا بيقول لك بيان رحمة الله بعباده ومغفرته لذنوبهم وتجاوزه سبحانه عن المسيء. وليس في الحديث مواساة للمنهمكين في الذنوب، يعني مش معنى كده ان انت تسوق فيها، هو بيان عن عفو ربنا سبحانه وتعالى عن المذنبين التائبين، علشان دايما يكون عندك رغبة في ان انت تتوب لربنا وترجع لربنا وتستعين بيه وتسأله الهداية وان هو يوصلك للي انت عاوزه لو فيه الخير ليك. انت معاك رب رحيم، معاك رب بيقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. عندنا هنا تعليق على الآية اللي ذكرناها من شوية: إذا رأى الله مجاهدتك وعلم صبرك في طاعته وتركك معاصيه كتب لك الهداية، فمن جاهد وصدق وصبر وصابر فتح الله له من أبواب الهداية والحكمة ما لا يخطر له ببال. طيب احنا هنا بنفصل شوية في موضوع مهم جدا، وهو البروكراستينيشن أو التسويف، إن أنت تقعد تماطل في الحاجة اللي المفروض تعملها. فعندنا fear of failure يعني الخوف من الفشل، ديت مفهومة. في fear of success يعني الخوف من النجاح، أنا خايف إن أنا أنجح أصلا، انا مش عارف لما انجح ظروفي هتبقى عامله ازاي او هتصرف ازاي او ما حافظش على النجاح او ففير اوف سكسس. وعندنا اوفرويلمد يعني كميه المعلومات كبيره جدا جدا. عارف الشخص اللي عمال يحشر في دماغه معلومات 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 لدرجه انه خلاص ما بقاش قادر يستوعب، فدي من الحاجات اللي بتخليك تسوف. علشان كده احنا بنقول على طول علم
وعمل، علم وعمل، اتعلم حاجة وطبقها واشتغل عليها. عندنا idea of perfection يعني وهم المثالية، وده اتكلمنا عليه. عندنا driven by negativity، الشخص اللي هو متشائم على طول وسلبي على طول، ده شخص طبعا هيسوف لان هو مش شايف خير اصلا. وعندنا السيلف داوت، او ان انت تشك في نفسك وتشك في قدراتك وما تديش نفسك قدرها، بالتأكيد ده حاجة هتخليك تسوف، هتخليك شايف نفسك مش قادر اصلا تبدأ او تاخد خطوة. misaligned goals and tasks، يعني الاهداف بتاعتك في حتة والمهمات الصغيرة اللي انت بتعملها علشان توصل للاهداف دي في حتة تانية خالص، مفيش بينهم توافق. unworthy reward، لما حد يقولك انت هتشتغل عندي 10 ساعات في اليوم، وفي نهاية اليوم انا هدي لك بس 50 جنيه، فطبعا ديت يعني نتيجة مش مرضية تماما، فدي حاجة هتخليك تسوف، هتخليك كاره الشغل. وهنا طبعا ما نقدرش ننسى الآفة بتاعة العصر او مرض العصر اللي احنا عايشين فيه، الانستنت جراتيفيكيشن او الاشباع اللحظي. بيقول لك be cautious of the addiction to instant gratification، يعني خلي بالك من ادمان الاشباع اللحظي او المتعة الوقتية، ان انت بدل ما هتذاكر علشان خاطر هتنجح لما تخلص امتحانات والنتيجة تطلع، لا يا عم ما انا اطلع لعبة دلوقتي هبذل فيها مجهود بسيط وهنجح او هاخد جايزة او هخلص المستوى ده. فده بيسموه الاشباع اللحظي، ان انت على طول دوبامين دوبامين دوبامين، انت عايز سعادة وعايز انبساط، مش قادر ان انت تتحمل الملل او الزهق، فده بالتأكيد مش هيوصلك لحاجة. هنا احنا حابين نقول ان التسويف ليس له علاج سحري او علاج سريع او علاج نهائي هيقضي على المشكلة خالص. الموضوع محتاج مجاهدة، محتاج كفاح، محتاج ان انت تتقبل الملل او الزهق بتاع الروتين او بتاع ان مفيش متعة دلوقتي، انا قاعد بس بذاكر او قاعد بس بشتغل. وهنا في الصورة الجميلة ديت اللي كلها حاجات مفيدة تقدر تفيدنا في الطريق بتاعنا، الشاب بيقول في الاخر خالص من تحت: مفيش سر للنجاح او التفوق، لو في سر فعلا فهو تقبلك لتحمل الملل والجهد والتكرار الممل لغاية ما تحقق الهدف بتاعك. بس كده، ده اللي احنا كنا حابين نقوله النهاردة. شكرا لكم جدا لو انتوا كملتوا الفيديو للآخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.